إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أدبنا الله عز وجل وله الحمد والمنة بتأديبات عظيمة من التزمها أحياه الله في الدنيا والآخرة حياة كريمة. فقال عز من قائل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا التحذير لنا والتأديب لنا ألا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه كما يدعو الإنسان أخاه وصاحبه. وكانت الأعراب إذا دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ربما قالوا: يا محمد، ولا يخاطبونه بما شرفه الله عز وجل به، يا رسول الله، كما كان الصحابة يقولون: يا رسول الله. وأيضا كانوا ينادونه من وراء الحجرات بأصوات مرتفعة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. وهذه الآية كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنهوا عن الجهر عنده بالقول، ونهوا عن التقديم بين يديه، ونهوا كذلك عن ينادوه كما ينادي أحدهم صاحبه، بل ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفين معظمين: يا رسول الله. هذا أدب عظيم. بعد هذا الأدب والأمر به قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره
يعني يجب على العباد أن يتأدبوا معه في دعائه ومجالسته والاستجابة له والتزام أمره، فإنه مبلغ عن ربه عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن طريقته، عن هديه، عما أمروا به تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فهم معرضون للفتنة. فإن نجوا من الفتنة وهي الشرك وزيغ القلوب والردة بسبب المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يعرضون أنفسهم لعذاب وهلكة. دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للهلاك. هذا إذا سلم الإنسان من الردة عن دين الله، والردة في ذاتها هلكة، والهلكة عظيمة. إن هذه التحذيرات يجب أن تصغى لها الآذان، ويجب أن تعيها القلوب، ويجب أن يتنبه لها كل عاقل. فإن الله عز وجل حذر، قال سبحانه وتعالى محذرا من اتخاذ الكفار أولياء: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي تحذروا منهم حذرا، ولا تعتقدون محبتهم ولا موالاتهم، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وهذا التحذير أيضا من الأول مما أدبنا الله سبحانه وتعالى به، أن نبقى مع المؤمنين موالين للمؤمنين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا نعرض أنفسنا والمجتمع للفتن ولعذاب الله ولنقمته. فمن اتخذ الكفار أولياء واغتر بدينهم وركن إليهم بدينهم الباطل وركن إليهم، لا شك أنه سيجافي المؤمنين. ولهذا قال: لا يتخذن الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال بعدها: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أي أن هذا التحذير هو من رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته، أن أبان لنا ما نتقي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فأبان لنا ما نحذره وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا للتعمي علينا وليعذبنا، أراد الله بنا خيرا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. فنحن على بينة، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين كامل
وعلى نعمة تامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على دين كامل ونعمة تامة، وبين لنا كل شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر قومه شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها. تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتأتي الأخرى فيقول: هذه. قال: فمن أحب أن يلقى الله غدا مسلما أو قال مؤمنا يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من ضمن الحديث ذكر هذا، وهذا من جوامع كلمه، وفيه تحذير الإنسان أن يتعامل مع الناس بما هو لا يريد أن يتعامل به معه، يتعامل بالخداع ولا يحبه، والكذب ولا يحبه لنفسه، والضرر على الناس ولا يحبه لنفسه، وغير ذلك. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وإنما المقصود من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل شر ودلنا على كل خير، وسائر الأنبياء كذلك. عباد الله، إن نذارة الله سبحانه وتعالى وتحذيره للعباد يدل على أن متجاوز هذا الإنذار والحذر يتجاوزه لا إلى شيء مكروه فقط، بل إلى شيء محرم مهلك الوقوع فيه هلكة. فإذا تعداه الإنسان تعدى حدا من حدود الله استحق بذلك عذاب الله كما في الآية: أو يصيبهم عذاب أليم. والذين يتوفون منكم، قد يقول الإنسان ربما جعل ذلك سرا فيما بينه وبين نفسه، فالله لا يخفى عليه شيء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذا تحذير من أن يخطب امرأة مات زوجها وأن يصرح لها بالخطبة قبل انتهاء عدتها، فإنه لا يجوز ذلك حتى ولو كان على سبيل المسارة وليست بالجهرة، إلا مجرد تعريض، كأن يقول أرغب في الزواج أو نحو ذلك. أما الجهر بالخطبة لامرأة قبل نهاية عدتها من زوجها المتوفى فإن هذا لا يجوز، وهكذا من عدتها التي بانت من زوجها الأول. ولا بد أن يكون ذلك بعد انتهاء العدة التصريح، لا يكون إلا بعد. فإذا حصل إنسان مسارة فهذا لا يخفى على الله، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وهذا تحذير من الله عز وجل لنا، أن يحصل في القلب شيء يظن الإنسان أنه سيخفى على الله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا الظن أن الإنسان يستخفي من ربه ظانا أن ذلك لا يضره، هذا من أسباب الرداء، هذا من أسباب الخسارة، هذا من أسباب الهلكة. هذا سوء ظن بإحاطة الله واطلاع الله وعلم الله بكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله خلق كل شيء، ما يعلمه؟ يخلقه ولا يعلمه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا عباد الله، إنه يجب على العبد أن يحذر كل الحذر من معاصي الله سبحانه وتعالى، ومن موالاة الكافرين والبدع والضلالات. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عند قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قالت: إذا رأيتم من يفعل ذلك يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. ومعناه أنك تجد صاحب الهوى متلمسا للشبهات، متلمسا للعنت بين الناس، متلمسا لإفشاء الجدل والمخالفات، هذا ممن سمى الله سبحانه، فالواجب الحذر منه. ومن حديث العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أثنى عليهم بأنهم مهديون، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والشاهد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثات الأمور، وأبان لنا أنها طرق ضلالة، وأبان لنا أن كل الضلالات في النار، ليس هناك ضلالة في الجنة، كلها طرق جهنم. هذا تحذير بليغ يجب أن يجعله الإنسان نصب عينيه، أن يحذر البدع وأسبابها ووسائلها وجلساءها دعاتها يحذر. وهكذا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى بتحذيرات شديدة من الكافرين، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة، أن يحذر المرء على نفسه أن يفتن عن قليل أو كثير، عن شيء من كتاب الله، يحذر لا يفتن عن شيء، بل يكون ثابتا على دين الله عند القريب والبعيد والمحب والعدو. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحذرنا ربنا عز وجل المعاصي كلها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذر. ومعنى هذا التحذير في هذا الموضع أنك إن خالفت طاعة الله وطاعة رسوله فقد تجاوزت إلى حد تهلك فيه، واحذروا. وهذه كلمة معروفة عند الناس، عند العرب، أن كلمة احذر كلمة
معناها تبعث في الإنسان أنه إن جاوز ذلك تضرر. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لازم واجب، مخالفته ضرر هلكة. وعلى المسلم أن يحذر كل ما يصرفه عنها عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، ويعتبر كل من يصرفه عن ذلك أنه ليس محبا بل هو عدو، صرح له بذلك، جهر له بذلك أو أخفى، علمه أو لم يعلمه. من صدك عن الخير، عن العلم، عن الهدى، عن السنة، عن الحق، عدوك، حتى ولو أقرب قريب إليك. هبه ولدا، هب أنها زوجة، هبه قريب محب مهما كان. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان الله، زوجتك عدو؟ هذا الذي أثنى الله، جعل الله عز وجل بينهم مودة ورحمة، أخبر أن بين المرء وزوجه مودة ورحمة، كيف تنقلب عدوه؟ ولدك هذا الذي فلذت كبدك عدو، كيف ينقلب عدو؟ السبب الشأن إذا صدك عن سبيل الله أو أبعدك عن الخير أو أن ألهاك عن ذلك، هذه عداوة، هذه هلكة، عرضك لهلكة الله، لهلكتك من الله. هذا هو الضرر. هنا تنبه في هذا الموضع. هذا الولد إن كان مع الخير وعلى الخير فهو ما هو عدو أبدا، هو نعمة، هو زينة، هو كرامة من الله عز وجل لك. أدلة فضل ذلك في كتاب الله وسنة رسوله كثيرة. لكن أما إن حصل منه إيذاء عداء أي بالمخالفة الشرعية، إيقاع لك فيما يضرك في الدنيا والآخرة أو يبعدك عن طاعة الله، هذا موطن العداوة فاحذروهم. وهكذا المرأة، كم من امرأة تصرف زوجها عن الحق وتميله إلى الفتن، فمنهم من ارتد من الإسلام إلى الكفر، ومنهم من ارتد من السنة إلى البدعة، ومنهم من ابتعد من طلب العلم إلى الجهل وصار يلهث وراء الدنيا. ما السبب؟ تسلطت عليه هذه العدوة، عدو مع شدة التظاهر بالمحبة، وهو الحقيقة من حيث الحب، لكن من حيث لا يعلمون. فلما أبعدته أو أبعده ولده عن الخير صارت عداوة مؤداها الهلكة. ما يصنع الأعداء في جاهل، ما يصنع الجاهل في نفسه. الإنسان قد يكون عدو نفسه من حيث جهله وبعده عن العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سواء قيل إن المتفقه هو القاعد أو النافر، الشاهد كله أن يكون المؤمن حذرا من معصية الله، فيحذرون الجهل على أنفسهم والوقوع في الجهل، ويحذرون أن تنتهك، أن تستباح بيضتهم. فشأن المسلمين الحفاظ على دينهم والحفاظ على كتاب ربهم وسنة نبيهم، والحذر من الجهل ومن عواقب الجهل أيا كان من أي باب كان، لعلهم يحذرون. وقال أهل العلم يحذرون الجهل في هذا الموضع كما ذكر البغوي وغيره. الشاهد من ذلك أن الإنسان يحذر على نفسه الجهل، يحذر على نفسه الغباوة، يحذر على نفسه الفتن وسائر ما يضره عن ولد أو غيره، يحذر على نفسه أهل النفاق ودعاة النفاق. فإنك ترى من المنافقين ما ربما ألسنتهم مغرية، كلامهم جذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة
وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، أي عندهم توقعات وعندهم كذلك ظنون وشكوك في كل شيء. قال الله هم العدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. من الذي يتنبه لمثل هذا؟ إن المؤمن يجب أن يكون كيسا فطنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أي يحذر على نفسه مكايد المنافقين ودعاة السوء ومن يلهيه عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تعرض نفسك للخسارة، لا عن طريق ولد ولا عن طريق زوجة ولا عن طريق منافق ولا عن طريق كافر ولا عن طريق كل الدنيا زائلة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. أما بعد، أيها الناس، كتاب الله ورسول الله أنزل الله كتابه بشارة ونذارة، تبشيرا وتحذيرا، وأرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، تبشيرا وتحذيرا، كل ذلك لأن الإنسان إذا أخذ البشارة وحذر النذارة، اعتبر بالنذارة وحذر ما يضره، فهذا طريق الأنبياء والمرسلين ومن أنعم عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وما ذلك إلا أنهم أجابوا الداعي ودخلوا الدار وأكلوا من المأدبة، استجابوا لله وللرسول وحذروا على أنفسهم ما حذرهم الله وما حذرهم نبيه. والذين أعرضوا عن النذارة وأنذرتكم النار لتنذر به قوما لدا وأنذرهم يوم الحسرة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذرهم يوم الآزفة وسائر النذارات والتحذيرات أعرضوا عنها هلكوا. وجاءكم النذير كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فكل من هلك وتعرض للهلك في الدنيا وصار من أهل النار كله باجتناب ما بلغه من النذارة والتحذير فأعرض عنه ولم يباله. فبعض الناس لو جاء إنسان مثله ويحذره طريق هلكة أو لص أو عدو أو سبع أو شيء يضره أو أمامك يعني مخاطر أو شيء من ذلك اعتبرها. وتحذيرات رب العالمين ومالك يوم الدين وتحذيرات خالق الخلق أجمعين لا ينتبه لها، وهذا كله يعتبر من عدم التوفيق ومن الخذيلة. حتى قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنساني خذولا. معناها أنه خذل وتسلط عليه الشيطان حتى خذله عن جميع التحذيرات والإنذارات وجعله متساهلا بها فوقع فيما يحذر ولا مفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فمن هنا ومن هذه الدنيا وليس لك موطن آخر تعمل فيه الخير والشر
كما كهذا المقام. هذه هنا موطن فرصة، إما مزرعة خير وإما حصاد شر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، فإن أجابوك لذلك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وخذ واتق كرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. بعثه معلما، بعثه رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم يرسله إلى اليمن، ولكن يحذره يقول له احذر كذا واحذر كذا واحذر كذا. فقوله إياك أي احذر كرائم أموالهم. لماذا؟ لأنه ستعرضه لذنب عظيم ولدعاء مظلومين. وإياك وكرائم أموال، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكان من التربية الصحيحة لولدك، لقريبك، لتلميذك، للناس أجمعين أن تحذرهم المخالفات والظلم والاعتداء على الأموال بغير حق. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وهكذا كان ناس يجلسون في الطرقات مع أماكن مجالسهم، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، أي احذروا هذا المجلس. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حذرهم أن يجلسوا مع التغافل عن تلك الواجبات التي عليهم، فإذا كان ولا بد جلسوا إذن ينقلب ذلك مجلس دعوة، مجلس تعليم، أمر معروف، نهي عن المنكر، غض بصر وصيانة، رد سلام، مجلس عبادة. وإلا فإن الإنسان إذا جلس في مثل ذلك ولم يكن مجلس عبادة وطاعة عرض نفسه للفتن، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهكذا إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. حتى لماذا؟ لقربه وللتغافل عن شأنه وللأمن فيه، أنه يأمنه القريب، ولهذا شبه بالموت وحذر من الدخول على النساء. وكم ترى الآن من مخالفات هذا التحذير، هذا النذير، هذا الخطر. ولما تعامى الناس عن هذا الإنذار وهذا التحذير وقع بهم ما يحذرون من الفتنة، وقع بهم ما يحذرون من الشر، وقع بهم ما يحذرون من المخالفة، مخالفة لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إياكم والدخول على النساء، حتى ولو كان ذلك مع ما يظنه بعض الناس أن قلبي نظيف وهي قلبها نظيف، لكن هذا كله من مغالطة الشيطان لك ومن التلبيس. فإن الله أعلم بعباده وبمصالحهم، وأعلم بقلوبهم وظواهرهم وبطناتهم وما يصلحهم في الدنيا والآخرة. فاتق الله عبد الله، وخذ بهذه التوجيهات، واعمل بهذه البشارات، واحذر هذه الإنذارات، واعلم أنك عبد لله. إن أنت أطعته أكرمك، وإن أنت عصيته عذبك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال أهل العلم معنى تركتها، أهملتها، عاملتها معاملة الناس، وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.